ضمن سياسة شركة تيمغاد سفر القائمة على المواطنة والمشاركة، وفي سنة حميدة دأبت عليها تيمغاد سفر تنظم قرعة لفائدة المواطنين والمتعاطفين والزبائن الأوفياء للمؤسسة. وفي حدث استثنائي هذه المرة، إذ تقدم تيمغاد سفر 50 عمر نصف مجانية لينطلق الحلم من الأوراس وليكتمل في البقاع المقدسة. القسيمة عبارة عن عمرة نصف مجانية. الفائز في المسابقة راح يدفع 10 بلايم ويروح معنا في الرحلة إن شاء الله. القسيمة هذه راح تجيبها معك إن شاء الله نهار السبت بإذن الله، ابتداء من الساعة 8 صباحا في كلية العلوم الإسلامية مسجد أول نوفمبر. حضر معنا عملية القرعة. من المسجد القطب أول نوفمبر تحديدا في رحاب معهد الشريعة الإسلامية تنتظم الخطوات وتتسارع اللمسات لاستقبال المشاركين في القرعة في يوم استثنائي تتسارع فيه دقات القلب. آخرا هي الصناديق التي تكتنف الأحلام والأدعية وحتى الأقدار. في أجواء روحانية ودينية وبنظرات تحمل الأشواق وبأيادي متضرعة ينتظر الجمع تبريكات النجاح وتأشيرة لزيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة. والقاعة ممتلئة عن آخرها. 2000 استمارة والوجوه مترقبة، ووجوه أخرى في لحظة تعتصرها الرغبة، وأخرى معلقة بالأعلى تدعي لتنفتح وتفتح وابلا من الدعاء على السماء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الغر الميامين مصابيح الدجى أعلام الهدى. ننتظم هذا الجمع هنا في رحاب شركة تيمغاد سفر. حضرة السيدات السادة، في حدث استثنائي للغاية، في سنة حميدة دأبت عليها هذه المؤسسة العتيقة والعريقة، هذا البيت الكبير الذي يجمع ليس أهل باتنا فقط بل الجزائريين عامة. نلتقي لنكتشف سويا 50 اسما سيعانق حلمه خلال هذا اليوم، فائزا متوجا بزيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة. نصر أميرة بن مخلوف سليمة، مطاق حدة، عليوش رمزي، بلولي فاطمة الزهرة، ميساوي عايشة، محمد الحبيب. لتمر الأعداد رويدا رويدا. حن قلبي للتلاقي وفؤادي هاب، مكة مأوى الحيارى قبلة الأحلام. يا صغيري لا تلام حين يحويك الأواب، جنة الدنيا ترى داخل البيت الحرام. وأصلي خاشعا سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي. كل من يضع ثقته وصوته في هذه الوكالة التي من قيمها أن تكون خادمة لزوار بيت الله الحرام. تيمغاد سفر ليست مجرد شركة، بل بيت يسع الجميع. باحترافية نسعى للنماء
وبوفاء لقيمنا على مدار 40 سنة من عمر هذه الشركة العامرة بإذن الله. هي رحلة لا تنتهي، سعي للخير وجهتي، آمنت أن الناس للناس وتلك قناعتي. الكل غيث انهطل، كل بدوره بطل، ما المشكلات إن كل تعاضد كي تحل.